على ذكر برضو القدوة في الرياضة والنماذج المفقودة والاهتمام بالناشئين، كابتن محمود الخطيب جاب جون حلو قوي من اجواله، بس لصالح الناشئين والسلوك وعلاقة الاب بالابن. عارفين طبعا الفنان الكبير والقدير الراحل الاستاذ نبيل الحلفاوي الله يرحمه، القبطان، كان على تويتر كده يا جماعه، اللي مش متفاعل على تويتر او اكس دلوقتي يعرف ان القبطان ده عمدة الاهلاويه على تويتر طبعا. يعني رؤيته بعد كل مباراه ومع كل ازمه ومع كل خبر ومع كل حدث الناس تستنى رؤيه القبطان. فكان طلب من الكابتن الخطيب انه يظهر في لقطه لمسلسل المخرج بتاعه ابنه بقى وليد الحلفاوي. توفى الاستاذ نبيل عليه رحمه الله، ولكن وفاء من الكابتن الخطيب وبرا بالوعد والموافقه مع الاستاذ نبيل نفذ لوليد الحلفاوي اللي هو عايزه. فكتب وليد الحلفاوي تويته بيقول: مع بدايه عرض مسلسل كتالوج حابب اشكر بشده كابتن محمود الخطيب انه وافق يشرفنا بظهوره في مشهد من المسلسل بيقدم فيه معنى جميل للاهالي والابناء. الموضوع كان امنيه مني انا واحمد الجنايني وايمن وتار ومحمد فراج. بيقول المخرج الشاب وليد الحلفاوي: شكرا يا كابتن بيبو، انا وكل اسره المسلسل بنشكرك على تشريفك لينا رغم جدولك المزدحم، وعلى تعاملك الراقي والمتواضع مع كل الناس من اصغر حد لاكبر حد. بدل ما كنت تطلع ضيف في مسلسل أهبل كنت تطلع لجماهير النادي تقول لهم إيه سبب القرارات الكارثية اللي أخذتها الموسم اللي فات وخلت النادي يمر بأحد أسوأ الموسم في تاريخه، اللي ضيعت على النادي الأهلي وجماهيره السوبر الأفريقي التاريخي، اللي ضيعت على النادي الأهلي الوصول لنهائي كاس العالم قدام فريق لا ليه في الطور ولا في الطحين اسمه باتشوكا، اللي خلت الأهلي مسخرة الفرق في دوري أبطال إفريقيا. كنا داخلين موسم ما فيهوش مشكلة. تعرفنا بقي كده كجماهير إيه سبب اللي شفناه ده وتعتذر وأن توشكن في الأرض مش طالع بمنتهى انعدام الدم والمسؤولية. ليه كنت فتحت عكا يا روح أمك الموسم اللي فات؟ شويه دم وإحساس لله يا بقر. يعني احد اعضاء النادي الاهلي اصدقائي المحترمين بعت لي قال لي عبد الناصر حصل مشاده ما بين احد الجماهير وما بين الكابتن زكريا ناصف بسبب الصفقات. خليني اقول لكم ايه اللي حصل. الكابتن زكريا ناصف قدام البوابه بتاعت نادي الجزيره، الاهلي في الجزيره يعني، وامام البوابه بتاعت النادي مشجع معدي اتكلم معاه بطريقه زعلت الكابتن زكريا ناصف، ودار بينهم حوار ساخن. المشجع قال له: كفايه بقى يا كابتن زكريا، انت وامير توفي تعبتونا وربنا تعبتونا. الكابتن زيكو كابتن زكريا ناصف المحترم يعني صديقي العزيز قال له: تعبناك ليه؟ انت واخد 4 افريقيا في 5 سنين وودناك كاس عالم للانديه. المشجع رد عليه قال له: ما انتوا بسوء ادارتكم ضيعتوا على النادي الاهلي انجاز التاهل لنهائي مونديال الانديه يا كابتن. لو كنتوا بس جبتوا في اخر بقولتين فرود محترم وجامد، وكنتوا جبتوا اللي عايزه كولر، كنا لعبنا النهائي وعلى الاقل خدنا فضيه، وده اللي يليق بالنادي الاهلي. الكابتن زكريا انفعل واتضايق وقال له: انت عايز ايه يا كابتن دلوقتي؟ المشجع قال له: عايز اقول لك الناس شايطه والجماهير متضايقه ومحبطه ومكبوته ومستغربه من التسريبات اللي بتطلع من اعلاميين محسوبين على الاهلي بان خلاص كده الملكات والصيف انتهى،
ومفيش صفقات تاني، وكلام اصل النادي مفهوش دولار، وكلام اصل الخطيب وكولر استكفوا ومفيش بين رمضان ولا بن شعبان ولا مهاجم كمان. الكابتن زكريا ناصف راح رد عليه وقال له وافرض فعلا استكفينا، وبعدين انت مشجع بس، وهنا في لجنة كورة ومجلس ادارة وجهاز فني اكيد عارفين مصلحة النادي فين. وبعدين انت مشجع بس، وهنا في لجنة كورة ومجلس ادارة وجهاز فني اكيد عارفين مصلحة النادي فين. المشجع قال له مصلحة النادي فين دي مهمة جدا، والفرقة فضلتوها من النجوم وكسبتوا من وراهم كمان من اول ما مشيتوا ازارو وحمدي فتحي ومحمد شريف ودلوقتي عبد القادر ومنعم وديانج وقندوسي وكريستو ومتولي. كل الاسماء دي انتوا سكنتوا مكانها مين؟ بخلاف كريم فؤاد والاصابة ومعلول والاصابة. رد عليه الكابتن زكريا ناصف قال له يعني انت مش عاجبك داري وعطية والساعي ويوسف ايمن عايز تاني؟ والساعي ويوسف ايمن عايز تاني؟ والساعي ويوسف ايمن عايز تاني؟ المشجع قال له ايوه، فين بن رمضان اللي الخواجه طلبه وقال هبني خطتي عليها؟ وفين المهاجم الفلسطيني المميز اللي عايزه الراجل سلتش بديل موديست عشان لو حصل لا قدر الله حاجه لوسام؟ وفين بديل عبد القادر وكريستو في الجناح؟ وفين المساك المحلي اللي قلتوا عليها؟ الكابتن زكريا قال له عايز نجيب لك كل الناس دي؟ المشجع قال له ايوه، المفروض لو في فعلا تخطيط وناس عايزانا نرتاح ونطمن على الفريق في الميركاتو الناقص ده. احنا داخلين على 7 بطولات، 60 ماتش حافظهم صم انا وكل عشاق الاهلي. هتلعب ازاي بالله عليك يا كابتن زكريا بسكواد ده 4 أجنحة فيهم طاهر وديفندر اسمه ندفد ولاعب كواليتي زي خالد عبد الفتاح زيكو بتهكم؟ طب تعالى اجتمع معانا او انت خد قرارات بدل مننا. المشجع قال له عموما جمهور الاهلي مش لجان ومالوش حبيب غير الكيان مش الافراد، لان الافراد مش ملايكه ولا شيوخ. كابتن زكريا ناصف قال له لا في لجان زملكاويه وناس مش اهلاويه ومغرضين، يعني بيقول له لا في لجان زملكاويه وناس مش اهلاويه ومغرضين وبيسخروكم. المشجع قال له لو على الزملكاويه فانت يعني عارف بتداويهم ازاي، وانت لعبت لهم وقبضت منهم ولبست فانلتهم، فما انت بتتكلم عليهم. راح الكابتن زكريا ناصف ركب العربيه بتاعته وقال له بقرف انا مش هنزل لمستواك ومش هرد عليك. وروح للكابتن الخطيب زيكو قفل ازاز العربيه، الكابتن زكريا قفل ازاز العربيه ومشى بسرعه بعربيته. المشجع بص في الارض وضرب كف على كف وقال المشكله لو خسرنا من الزمالك بالسوبر وما عملوش اي تدعيمات قويه هم بقى هيعرفوا ان جمهور الاهلي كان عنده حق وخايف على الكيان وما بيجاملش حد ومش هيحل حد ومش هيحل حد ومش هيحل حد. لا، فعلا من الواضح جدا أن جمهور النادي الأهلي مش هيحل حد. جمهور النادي الأهلي مش برخصة، وبالنسبة له تصف النادي وتصف الكيان المهم محمود الخطيب ليلي ناسي أو حاب ينس. إحنا الجماهير كنا شايفين، والخطيب وزكريا ناصف ورجالته يا إما ما بيفهموش يا إما لا مؤاخذة ما بيشوفوش يا إما كانوا عاملين من بنها. والنتيجة الزمالك بطل السوبر الإفريقي التاريخي
وبطل الكاس يا ابن المنسحبة، وبيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا، وفي كأس العالم للقارات، وفي كأس العالم للأندية. وبالمناسبة يا روح أمك، صن داونز بيدوس عليك للموسم الرابع على التوالي، وبيراميدز بيدوس عليه هو ووصيفه في جنوب إفريقيا، اللي برضو داس عليك في نفس البطولة ونفس الموسم. أظن ما فيش أوضح من كده كلمة الخطيب وزكريا ناصف. أنت مشجع وإحنا عارفين بنعمل إيه، واضح جدا إنك عارف بتعمل إيه، وواضح جدا لكل الأغبياء اللي بيدعموا الفشلة إنهم بيدعموا ناس عارفة هي بتعمل إيه. على كل، أنا أبرئ ساحتي قدام ربنا، وأبرئ نفسي من إنه يتقل علي لتستحقوا إنه يتقل عليكم. جمهور جولات يستهل إن إدارة زيدي تركبه. ادعموهم علشان يركبوكم أكتر يا ولاد العبقرية. لابد أن يقارن الأهلي نفسه بنادي الهلال السعودي، حتى لو انقلبت الدنيا رأسا على عقب، لابد أن يقارن نفسه بالهلال السعودي وبصن داونز وبجميع الفرق في المنطقة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعمل على أن يكون الرقم واحد، حتى لو كان لدى تلك الفرق لاعبون من كوكب آخر. من يرغب في الانحناء أمام الهلال السعودي ويزعم أنه ناجح، فليجهز نفسه أيضا للانحناء أمام نادي بيراميدز، إذ كما يتلقى الهلال السعودي دعما من صندوق الاستثمارات السعودي، فإن بيراميدز كذلك يتلقى دعما من صندوق الاستثمارات الإماراتي، ولا سيما بعد مشاركته في كأس العالم. شأنه شأن الهلال وأهلي جدة. القضية بأكملها تتعلق بالفارق في الإدارة، في شخصية إدارة النادي ورئيس النادي والمسؤول عن كرة القدم في النادي. هل تستعد للبطولة كفريق يسعى للمنافسة ويريد الوصول إلى النهائي والفوز بها، أم كفريق يذهب فقط لتمثيل مشرف لا أكثر؟ هل تعقد صفقات للموسم الجديد من أجل دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي، ثم يخرج هؤلاء اللاعبون مع المدرب في أول أسبوعين ليشاركوا في كأس العالم، سواء فازوا أو خسروا لا فرق؟ من المفترض أن هناك بطولة عربية ستشارك فيها ضد الهلال وضد أهلي جدة، فهل ستنسحب منها كما تفعل في كل مرة، أم ماذا ستفعل؟ هل ستذهب وأنت مستعد فقط لتهزم من الهلال؟ الهلال السعودي يمتلك هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين طوال الموسم، سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا، وهم في حالة تدريب وإعداد دائم لهذه البطولة. أما الأهلي فقد ظل طوال الموسم بلا روح، مع مدرب غير مؤهل، ولم يبرم الصفقات في التوقيت المناسب. خسر كل شيء، ثم جاء قبل كأس العالم وجمع لاعبين من كل مكان ووضعهم تحت قيادة مدرب وقال لهم اذهبوا، هذا هو الفارق. ورغم أن هذا الحديث يتعلق بنتائج كأس العالم، إلا أنه ينطبق كذلك على موسم الانتقالات والاستعداد للموسم القادم، لأن بيراميدز أصبح بطل دوري أبطال إفريقيا ويتأهب لكأس العالم ويعمل بخطى صحيحة، وهناك وجوه جديدة في نادي الزمالك أيضا تعمل بطريقة صحيحة، تبني فريقا قويا وتسد الثغرات بلاعبين شباب قابلين للتطور، وسينافسونك بشدة على بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز. لا مجال على الإطلاق لتكرار الاستهتار كما حدث في الموسم الماضي، والله العظيم لا مجال. والكلام الجميل الذي يرضي الجماهير لن يجدي نفعا، والدليل أنه لم ينفع في السوبر الإفريقي، ولا أمام صن داونز، ولا في أي بطولة، ولا حتى في كأس العالم.